منهم اللي بدأها من تحت قوي واشتغل بإيده ودراعه، ومنهم اللي طريقها أخدها لإنها تبقى ممثلة بعد المهنة اللي كانت شغالة فيها، ده غير اللي اشتغل من سن صغير قوي علشان يصرف على نفسه وعلى أهله، واللي جت معاه بالحظ وما كانش عامل حسابه يبقى مشهور أبدا. أحمد السقا اشتغل مهنة محدش كان يتخيلها، ونبيلة عبيد كانت حكايتها حكاية تانية خالص مش متوقعة. تامر حسني ده بقى كانت حكايته حكاية. جيهان الشماشرجي واللي عملته كان غير. فنانين كتير بدأوا حياتهم بشغلانات تانية خالص، وكمان كانت بعيدة عن التمثيل والغنى. يا ترى دول بقى حكايتهم بدأت ازاي؟ وهل استمروا في شغلهم بعد الشهرة ولا لأ؟ كل ده هتعرفوه بعد ما تشوفوا الفيديو ده، والمفاجآت اللي هتلاقوها مش متوقعة أبدا. تامر حسني من اللي بدأوا حياتهم في الشغل بدري قوي، وده علشان كانت ظروفه هو وأهله صعبة شوية، وهو كان بيشتغل عشان يساعد والدته بما إنه الكبير، واشتغل عامل في بنزينة في أول حياته، ده غير شغلانات كتيرة قوي بعد كده اشتغل فيها عشان يجيب فلوس. أما بقى جيهان الشماشرجي فكانت بتصنع حلي في ورشة، وقعدت سنين عشان تتعلم الشغلانة دي، وبعدها دخلت مجال التمثيل، بس ما سابتش الحاجة اللي كانت بتحبها، لا دي كمان بقى عندها المشروع بتاعها دلوقتي. أما بقى داليا البحيري فمن الناس اللي جت معاهم التمثيل بالحظ، بعد ما كانت شغالة مرشدة سياحية، وكمان كانت ملكة جمال مصر في التسعينيات، وبعدها المخرجين بدأوا يكلموها ودخلت مجال التمثيل، بس سابت كل حاجة بعدها علشان خاطر التمثيل. واللي كانت عارضة أزياء في الأول وكان باين على شياكتها، بعد كده طبعا كانت نبيلة عبيد، وبعدها سابت الأزياء لما دخلت مجال التمثيل، لاجل عيون التمثيل طبعا اللي قدرت انها تبقى واحده من نجمات الكبار جدا بسرعه. اما بقى كانت المفاجاه في احمد السقا اللي اشتغل مهنه ما كانتش تخطر على بال حد، وهو انه كان لاعب كره في نادي الزمالك، بس سابها عشان خاطر التمثيل، وما حبش يكمل بعد ما اتحط في انه يختار حاجه من الاثنين. وزي ما في شغلانات كانت حلوه، في فنانات تعبوا قوي في حياتها، بدات من تحت جدا زي ما بيقولوا، زي مثلا رحمه محسن اللي اشتغلت بتبيع قهوه وشاي على العربيه 128 علشان تصرف على ابنها بعد ما انفصلت عن جوزها، لحد ما بدأت تاخد طريقها في الغنى وعرفت الطريق للحفلات والأغاني، وبعدها بطلت واقفة تبيع القهوة. وما اختلفتش عنها كتير هاجر الشرنوبي، واللي كانت بتلف تبيع آيس كريم على البحر، وما كانتش مكسوفة ولا عمرها اتضايقت من إنها تعلن الموضوع ده قدام الناس، لأنها برضو عملت ده علشان خاطر ابنها، وكانت بتصرف عليه وهو ما كانش ليه غيرها، وهما الاتنين كانوا لوحدهم في الدنيا. بس إن اللي جت معاهم الشهرة بالحظ شعبان عبد الرحيم، واللي اتحول بقدرة قادر من مكوجي لعم شغلانة الغنى الشعبي من أول التسعينات طبعا، وده بسبب الكاريزما اللي ظهر بيها وطريقته واختلافه وقتها عن كل اللي كان موجود في السوق، وعشان كده اتعرف بسرعة وبقى زي ما بيقولوا كده عم الشغلانة. وبرضه عمره ما استعر من شغلانته ابدا، كان بيقولها قدام اي حد. انتوا بقى شغلانه مين اللي كانت مفاجاه بالنسبه لكم؟ وهل تعرفوا حد في مجال التمثيل اشتغل في حاجه قبل كده وكمل فيها ولا سابها؟ شاركونا برايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لنا متابعه عشان تعرفوا كل جديد.